زهقتي من الاكل وزهقتي من اللحمه ومن الفراخ ومش عارفه تعملي ايه؟ ما عندكيش وقت تعملي اكل كمان؟ تعالي بقى لما اقولك اعملي شويه سندوتشات شاورما كبده، انما ايه عظمه. عايزه اقولك ان طعمها في غايه الروعه ومش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود. تعالي بقى لما نشوف السندوتشات الحلوه دي هتتعمل ازاي. عندي هنا نص كيلو من الكبده متقطعه شرايح بالطول رفيعه زي ما انتم شايفين كده، وفلفل الوان وطماطمايه وبصلتين وسط ومعلقتين كبار من التوم المفروم. هننزل بحبه حلوين كده من التوم على الكبده علشان نتبل الكبده. البهارات هتبقى عباره عن ملح ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه ومعلقه صغيره من الكمون، ونقلب الكلام ده كله مع بعض. وكمان على الكبده هنزل عليها معلقه كبيره من هريسه الفلفل. عايزه اقول لكم المعلقه دي بتخلي طعم الكبده حكايه. بعد كده طاسه على النار فيهم حبه زيت حلوين كده، هننزل بباقي التوم المفروم وهشوح التوم بس ما الا تظهر ريحته، مش عايزه التوم يتلون معايا ولا حاجه. بعد ما ريحه التوم تبدا تظهر ننزل بالكبده ونوزع الكبده كويس في الطاسه علشان ما تبقاش الكبده على بعض. ومش هقلب الكبده غير لما تبدا تاخد معايا لون، واول ما تاخد لون بالشكل ده نبدا نقلبها، وكمان مش عايزين نقلب فيها كتير علشان ما تنزلش ميه. بعد كده هننزل بالبصل، وبعد كده ننزل بالفلفل الالوان والفلفل الحامي، وهشوح الكبده مع البصل والفلفل بحيث ان هما ياخدوا من طعم بعض. عايزه اقولك ان الاكل دي بجد سريعه، مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود، وفعلا يعني ما طولتش معايا وما كملتش معايا اساسا 10 دقايق على النار. بعد ما شوحت الكبده مع الفلفل والبصل هننزل معلقه كبيره من الخل، وبعد كده هننزل بالطماطم. الطماطم هنا شايله البذر بتاعها، انا بس يدوب واخده اللحم بس بتاع الطماطم. ونظبط الملح، وبعد كده ننزل بفلفل ورشه من السبع بهارات. وهنا كانت الكبده خلاص استوت. طفيت النار وهننزل بحبه حلوين كده من البقدونس، وفي الاخر خالص عصير ليمونتين. وبكده تبقى الشاورما جاهزة معانا. ولزوم السندوتشات هنعمل شوية سلطة طحينة حلوة كده، ويلا بقى نحشي احلى سندوتشات. هات العيش الكايزر وعيش فينو عادي طويل اللي انتي تحبيه، وابدأي احشي سندوتشاتك. حطي الطحينة وحطي الشاورما، ممكن تحطي مايونيز، ممكن تحطي كاتشب، اللي انتي عاوزاه. دلعي اولادك، وعايزة اقولك بجد هتلاقي شوية سندوتشات طعمهم تحفة وفي غاية الروعة. وزي ما انتوا شايفين الموضوع ما خدش مني كتير. يلا بقى قومي اعملي الوصفة الجامدة دي وقوليلي رأيك ايه. وعايزة اقولك ان هي مختلفة تماما عن الكبدة الاسكندراني. ودي كانت وصفة النهاردة. لو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة، فولو لصفحة الفيسبوك. باي باي.